السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. شايفين يا جماعة المنظر التحفة الجامد ده؟ والله يا جماعة هنا بتحصل عظمة، يا ريت نقدر اشممكم روايح الجامدة قوي اللي طالعة. طبعا اللي شايف المنظر ده فاكرني بصور من عند صبحي كابر او من عند البرنس. والله يا جماعة مع احترامي الكامل ليهم، بس احنا فعلا نقدر نعمل احسن منهم 100 مرة. كفاية النظافة وكفاية ان احنا عاملين الحاجة بايدينا في البيت، ومش هندفع التكليف الجامدة اللي بندفعها لما بنروح ناكل في المطاعم الكبيرة دي. انا النهارده جبت لكم تفاصيل تتبيلات الحياتي بكل اسرارها. امشي معايا على الطريقه بالظبط، هتطلعي احلى مشويات من البيت. ولو ما عندكيش شوايه فحم تقدري تعملي التتبيلات دي كلها وتبعتي الحاجات اللي انت تبلتيها لاقرب واحد جنبك بيشوي، هيجيبها لك حلوه جدا جدا. تابع معايا الفيديو للاخر، هنعمل لحمه وكفته وفراخ بالتتبيلات الاصليه بتاعتهم، ان شاء الله تستفادي كويس جدا. بس يا ريت ما تنسيش اللايك والشير وتعملي اشتراك للقناه لو لسه ما اشتركتيش، وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبتدي الفيديو بتاعنا والتتبيلات الاصليه يا جماعه. يلا يا جماعه بقى بسم الله. انا هنا معايا هبتدي بالفراخ الاول. معايا فرختين، وزن الفرخه حوالي كيلو و700 جرام. يا ريت ما تزيدش عن كده عشان تستوي معايا بسرعه. جبت الفراخ غسلتها كويس جدا بالملح والدقيق، ولما اتاكدت ان مفيهاش اي زفاره خالص عملت لها محلول نقع عباره عن 2 لتر ميه، 4 معالق كبار من السكر، 4 معالق كبار من الملح، 4 ليمونات كبار عصرتهم في الميه وحطيت القشر بتاعهم برده كمان. دوبتهم كويس قوي وبعدين حطيت فيهم الفراخ نقعتهم لمده ساعتين. ممكن تنقعيهم اقل من كده بس ما يكونش اقل من ساعه، بل بالعكس لو عايزاهم اكتر من كده كمان يبقى تمام. وبعدين طلعتهم من محلول النقع حطيتهم في مصفى لغايه ما يتصفوا كويس قوي، وبعدين هبتدي ان انا اشرح اللحم بتاع الفراخ واحافظ على الجلد سليم. انا اول واحده غلطت وشرحت الجلد، وده غلط. المفروض ان انا اشرح اللحم واسيب الجلد، لان هو اللي بيحافظ لي على اللحم بتاعي ان هو ما ينشفش اثناء الشوي. تمام كده يا جماعه، ابتدي ان انا اشرحها كويس جدا وانغزها كده. التشريح ده بيضمن لي ان الفراخ اتشربت من التتبيله كويس قوي، وانها كمان هتستوي معايا بسرعه. عايزه اقولك انك لو عايزه تعملي التتبيله دي وتشويها في الفرن برضه هتبقى حلوه جدا جدا بعد ما تتبليها كويس قوي. وهتبيتيها ليله كامله، هتطلعيها تحطيها في صينيه، وهتحطي معاها شويه من الميه كده وتدخليهم وتغطيها وتدخليهم في الفرن لغايه ما تستوي. وبعدين هترفعي الغطا او السيلفر اللي انت مغطياهم بيه، وهتسقيها كده من فوق السائل بتاع التتبيله بتاعتها، وهتولعي الشوايه لغايه ما تاخد لون، وبعدين هتطلعيها تحطي فيها فحميه وتحطي عليها شويه كده من السمنه حوالي نص معلقه، وتغطيها لغايه ما تاخد الدخان بتاعها كله، وهتبقى تحفه جدا جدا. يلا بينا بقى نعمل تتبيله خطيره قوي. معايا 3 طماطميات متوسطين و3 بصلات متوسطين، فصين من الثوم هحطهم في الخلاط. ليه هحطهم في الخلاط مش في الكبه؟ ان انا الخلاط هيضمن لي ان الخليط ده معايا بقى سائل جدا، ما فيهوش اي تفل خالص. وانا مش عايزه تفل يكون موجود على الشوايه. ليه؟ لان هيحرق لي الفراخ بسرعه ومش هتلحق تستوي. هحط معاهم معلقه كبيره من الصلصه، معلقه كبيره من صوص الباربيكيو. لو مش متوفر عندك تقدري تستغني عنه خالص، بس انا بقولك على التكات اللي هتدينا طعم رهيب زي بتاع مطاعم الحياتي بالظبط. معلقه كبيره من دبس الرمان، وهحط كوبايه زبادي كبيره، علبه من الكبار يا جماعه اللي هي ب5 او ب6 جنيه دي. ده الفرختين، لو انت هتعملي فرخه واحده هتقسمي نص الكميه دي. هعصر معاهم ليمونه كبيره، وانا في الاول حطيت كوبايه ميه في الخلاط عشان تساعدني ان الخليط ده الحاجات دي تتضرب كويس جدا. ومعاهم حوالي ربع كوبايه كده من الزيت، ومعلقه من الخل. وما تزوديش الخل عشان المزازه ما تبقاش في الفراخ يعني طعمها مزز شويه. هنضربهم بقى كويس قوي، نعميهم لاقصى درجه تقدري تنعميهم. يعني انا عايزه الخليط يكون سائل جدا جدا، عشان كده انا ضربتهم في الخلاط مش في الكبه. دلوقتي بقى انا جبت الصينيه اللي هنقع فيها الفراخ ليله كامله، مهم جدا تتنقع ليله كامله. احط التتبيله دي فيها، وهنبتدي بقى احنا نحط التوابل بتاعتنا. هنحط معلقتين كده صغيرين من الملح، نص معلقه من الفلفل الاسود، معلقه من البابريكا، ومعلقه من بودره الثوم، ومعلقه من بودره البصل. كل ده يا جماعه من المعلقه الصغيره. معلقه من السماق، وده نوع تابل موجود عند العطار حلو جدا للفراخ. نص معلقه من بهارات الفراخ، ومعلقه من بهارات المشويات.
لو ما عندكيش بهارات المشويات تقدري تحطي معلقه كامله من بهارات الفراخ. وهنقلب بقى الكلام ده كله مع بعض. عايزه اقول لكم ان التتبيله دي خطيره جدا جدا، جربيها وان شاء الله هتدعيلي باذن الله. هنا التتبيله بتاعتي خلاص كانت جاهزه بعد ما دوبت كل التوابل فيها. هبتدي بقى ان انا احط الفراخ فيها وبايدي كده ادخل التتبيله جوه الفتحات اللي انا عملتها عشان اتاكد ان كل قطعه متشربه كويس جدا من التتبيله. مهم جدا الخطوه دي، انك بايدك كده تدخلي التتبيله جوه الفتحات اللي احنا عملناها، وتتاكدي كويس ان القطعه اللي انت حطيتيها كلها متغطسه في التتبيله. ما ينفعش نسيب جزء فيه وجزء مفهوش، الفراخ هتطلع مش متطعمه كويس ومش هتبقى حلوه. شايفين يا جماعه بالطريقه دي كده؟ زي ما قلت لك، لو عايزه تشويها في الفرن هتبقى تحفه جدا جدا، جربيها وهتعجبك قوي والله. يعني هتسويها في الفرن بشويه ميه كده وهتغطيها، واول ما تستوي هتشربيها من السائل بتاعها وتفتحي عليها الشوايه تاخد لون وفحميه، وهتبقى تحفه قوي. كده انا حطيتها وغلفتها بس بلاستيك راب، هحطها بقى في التلاجة هتبيت ليله كامله، ودي خطوه مهمه جدا. يلا بينا بقى نعمل بقى التتبيله التانية، وهي تتبيله اللحمه. انا هنا معايا كيلو من اللحمه، وده عرق فليتو يا جماعه. لما تروحي تجيبي لحمه من عند الجزار للشوي، قولي له انا عايزه قطعه لحمه للشوي، هديكي من اطرى قطعه عنده، وهي العرق الفليتو. حلوه جدا جدا في الشوي، ما بتنشفش وبتبقى طريه جدا جدا. لو جبتي بقى القطعه جاتلك سميكه شويه تقدري تدققيها كده، تحطيها في كيس بلاستيك وتقفليه عليها وتدوقيها كده شويه لغايه ما تديكي سمك كويس. هنا معايا بقى بصلتين كبار، ضربتهم في الكبه وعصرتهم، خدت الميه بتاعتهم للحمه، وهاخد التفل بتاعهم للكفته. وطماطميتين كبار برضو ضربتهم في الكبه، عصرتهم وخدت الميه بتاعتهم للحمه، والتفل هرميه. هنا معلقه كبيره من الصويا صوص، معلقه برضو كبيره من الخل، وما تكتريش خل عشان ما يبانش طعمه في اللحمه. 3 معالق كده من الزيت، او معلقتين يعني من الزيت، معلقتين او 3 مش هتفرق. معلقه ونص من الملح، نص معلقه من الفلفل الاسود، نص معلقه من السبع بهارات، ومعلقه من تتبيله المشويات، ونص معلقه من البابريكا. هنقلبهم مع بعض كويس قوي برضو. وهندوبهم كده تمام. هنحط بقى اللحمه ونتاكد ان اللحمه اتحطت واتغطست برضو في التتبيله كويس قوي، وبعدين هلفها ببلاستيك راب واحطها في التلاجة برضو ليله كامله. ومهم جدا يا جماعه تبيت ليله كامله في التلاجة. تمام كده. هنا بقى هنعمل مع بعض الكفته، وانا كنت عملتها معاكم فيديو قبل كده، بس عملتها سويتها في الفرن يعني. هي نفس الطريقه، هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. بس هنا الزياده ان انا حطيت قطعه من الليه حوالي 100 جرام على كيلو اللحمه، قطعه ليه حوالي 100 جرام. انا بجيب الليه بقطعها كده واحطها في الفريزر في اكياس بلاستيك. طلعت قطعه الليه ضربتها في الكبه، بس قطعتها الاول قطع صغيره، ضربتها في الكبه وبعدين حطيتها على اللحمه، وحطيت عليهم حوالي معلقه كده من الملح، نص معلقه ربع معلقه صغيره من السبع بهارات، ونص معلقه من بهارات المشويات، ومعلقتين كده صغيرين من البيكنج باودر. وعجنتها كويس جدا مع بعض. اهم حاجه العجن يا جماعه، تعجني الكفته كويس قوي لغايه ما تعرق وتعمل معاكي كده فتا البيضه. هنا هتبقى سهله معاكي جدا في التشكيل، ومش هتفك من على السيخ ابدا. طبعا انا في الفيديو اللي فات كنت ببل ايدي من ميه البصل، لاني كنت واخده التفل للكفته ما كنتش عامله جنبها لحمه، فانا خدت اللحمه ميه البصل للحمه. فعشان ابل ايدي بقى عملت ايه، جبت شويه من تتبيله اللحمه اللي احنا عملناها مع بعض دلوقتي، هما اللي ببل ايدي منهم يعني، وطلعت تحفه جدا جدا. تمام كده يا جماعه. اهم حاجه انك ما تضغطيش بايدك جامد على الكفته عشان ما تطلعش مكتومه معاكي، وانك تعجنيها كويس قوي قوي في الاول، ده هتطلع معاكي ما تفكش من على السيخ ابدا، وهتطلع معاكي هشه وحلوه جدا. وعايزه اقولك ان انا الفيديو اللي فات برضو كنت مسويها في الفرن، وبعد ما استوت حطيت لها فحميه كده، عليها حته من القطعه من الماده الدهنيه كانت سمنه، وغطيتها لغايه ما تاخد الدخان بتاع الفحم، وكانت رهيبه والله، كانت رائعه. تمام كده يا جماعه. كده انا هعمل الكفته كلها واحطها برضو في التلاجة تبيت ليله كامله.
هي الكفته الوحيده يا جماعه اللي مش مهم تبيت ليله، بس انا كنت عامله كل التتبيلات دي من بالليل. هنا بقى انا الفراخ كانت بيتت ليله كامله. دلوقتي هحطها على الشوايه وهديها الجوز بقى يشويها على الفحم. انا مهمتي لغايه كده بتنتهي يا جماعه. هبتدي بقى ان انا ارص الفراخ على الشوايه كويس، واتاكد ان كل قطعه مفروده كويس، مفيش قطعه محطوطه كده متنيه او مقوصه. نتاكد ان القطعه مفروده حلو عشان تستوي معانا كويس. هرصها بقى كده على الشبكه. مهم انك ما تحطيش قطعه فوق قطعه، لانك لو حطيتي قطعتين فوق بعض مش هتستوي. وزي ما قلت لك، لو حابه انك تعملي التتبيلات في البيت وتوديها لاقرب واحد بيشوي، برضو هيجيبها لك حلوه جدا. انا يا جماعه قبل ما اجيب الشوايه الفحم كنت بعمل كده، كنت بتبل في البيت واشوي بره. عايزه اقول لكم والله يا جماعه ان احنا فعلا كنا بندفع مبالغ مهوله في حاجات احنا بنعملها والله احسن من بره مليون مره، مش 100 مره، مليون مره. ما اعرفش يعني، والواحد بيبقى عنده عزومه يروح يدفع مبلغ وقدره عشان يعمل عزومه، واحنا ممكن نعمل كميه اكتر من اللي هنشتريها من بره وبتكلفه اقل بكتير من اللي بندفعها بره. هنا بقى هنعمل سلطه طحينه حلوه جدا جدا على بال ما الفراخ تستوي. هنحط كده 3 معالق كبار من الطحينه، وانا بجيب الطحينه دي سايبه من بره. عليهم نص معلقه من الملح، رشه صغيره جدا من الفلفل الاسود، نص معلقه من الكمون، معلقه من بودره الثوم، ودي بتدي طعم رائع لسلطه الطحينه، يا ريت ما تستغنيش عنها. فصين كده صغيرين من الثوم، لو عندك بابريكا حطي ربع معلقه، تدي بس لون كده وبتدي طعم حلو. وهحط حوالي معلقتين كبار من الزيت، وهبتدي ان انا اقلب الكلام ده كويس قوي كده مع بعضه. عايزه اقول لكم سلطه الطحينه دي تحفه جدا والله، واحلى من اللي بنشتريها من بره يا جماعه، اللي بتيجي مع المشويات في العلب دي، وبتيجي طبعا علب صغيره جدا حجمها يعني ما يكفيش اي حد خالص. هنحط بقى ميه، هنزود شويه بشويه كده لغايه ما ناخد السمك المظبوط بتاع الطحينه. شايفين لونها بيفتح ازاي لما بنقلبها؟ هنا لسه تقيله، هزود شويه ميه كمان. وما تكتريش في التوم، لان التوم لما بيكتر في سلطه الطحينه بتبقى مش حلوه خالص، ففصين توم صغيرين على الكميه دي حلوه جدا. هنا بقى انا خدت السمك المظبوط، هحط بقى حوالي 3 معالق كده كبار من الخل، وهقلبهم كويس جدا. واهم حاجه نتاكد ان مفيش اي تكتلات من الطحينه موجوده معانا. وكده بقت تمام قوي. برضو هغطيها واحطها في التلاجة لغايه وقت التقديم. عايزه اقولك لو عندك عزومه تقدري تعملي سلطه الطحينه دي من بالليل وتتبلي من بالليل، تاني يوم بس هيبقى على التسويه، وهتعملي بس شويه السلطه الخضراء دول، واذا كان مثلا شويه رز بسمتي او مكرونه، وتبقى حلوه جدا. هنا هنعمل سلطه الحياتي يا جماعه التحفه قوي، اللي احنا بنجيبها من بره نفس الطعم بالظبط. معايا طماطم وخيار الكميه اللي انت عايزاها، واهم حاجه التقطيع يكون كبير زي ما شفتوا كده. قرنين او 3 من الفلفل الرومي، شبت وكزبره ومتقطعين صغير جدا، والفلفل الرومي بنقطعه تقطيع مش صغير قوي. بصلتين صغيرين قطعتهم رفيع قوي زي ما انتوا شايفين كده. هنجيب بقى البوله اللي هنعمل فيها، وهنفضي فيها بقى الخضار اللي احنا مقطعينه. طبعا الكميه دي بتاعتك انتي، شوف عايزه كميه اقل، عندك عزومه هتعملي كميه اكبر، براحتك خالص. انا بوريك الطريقه والكميه دي ليكي انتي. وزي ما قلت لكم بنقطع الشبت والكزبره تقطيع صغير جدا جدا على قد ما تقدري. هنحط بقى الخضار على بعضه ما عدا البصل ده هنتبله يا جماعه لوحده كده بره. هنحط عليه شويه من الملح، ونص معلقه من الكمون، نص معلقه من الكزبره، ونص معلقه من البابريكا. هما كان اخر شويه بصراحه عندي هفضيهم بقى كلهم. هما تقريبا طلعوا حوالي نص معلقه برضو. هبتدي يا جماعه ان انا ادعكهم كده مع البصل لغايه ما اتاكد ان البصل اتشرب من التوابل دي كويس قوي. الخطوه دي مهمه جدا وما ينفعش انك تستغني عنها، هي اللي بتدي الطعم التحفه للسلطه. طبعا لو عايزه تشطشطيها كده زي بتاعه بره فهتحطي شويه شطه، بس ما تحطيش على البصل، لانك لو حطيتيها ودعكتي بايديك ايديك هتولع، وربنا يحفظنا ويحفظكم يا رب جميعا. هنحط بقى البصل على السلطه، وهنبتدي ان احنا بقى نقلبهم كويس جدا مع بعض زي ما انتم شايفين كده. اتمنى منكم يا جماعه لو وصلتوا معايا المرحله دي من الفيديو لسه ما حطيتوش اللايك، يا ريت تحطوه
واتمنى اعرف رايكم ايه في الكومنتات، ويسعدني ويشرفني جدا اعرف بتتابعوني من اي بلد. هنا بقى ما تنسوش وما تفتكروش ان احنا كده خلصنا، لا استنوا بس شويه. هنحط بقى كوبايتين من الميه المتلجه، ده لو بتحبيها عايمه في الميه زي بتاعت بره كده. لو بتحبي الميه قليله فهتحطي كوبايه واحده بس، ولو احتاجتي هتكملي. هحط بقى شويه من الخل، زي ربع كوبايه كده خل، وهنقلبها. مش هنحط اي حاجه تاني، وهتدينا طعم تحفه 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 بجد. هتقلبيها كده مع بعض، ومش هنزود اي حاجه تاني، وكده تمام. هنحطها في التلاجة بس ربع ساعة تتشرب كده من بعضها. شايفين يا جماعة المية رهيبة والله. لو عايزة تزودي شطة في المرحلة دي هتزودي شوية صغيرين كده، وهتقلبيهم مع السلطة. وانا احطها في التلاجة ربع ساعة زي ما قلت لكم. هنا بقى بعد ما قدمت الاكل يا جماعة، بصوا هوريكم قد ايه الحاجات بقى كانت المشويات مستوية واللحم بتاعها دايب. بصوا الفراخ قد ايه طرية، مستوية جدا جدا، حلوة قوي قوي. وطبعا نتيجة ان احنا شرحناها اتشربت من التتبيلة حلوة جدا جدا، ومحلول النقع خلى اللحمة بتاعها طري قوي، والزبادي كمان اللي احنا حطيناها في التتبيلة. هنا اللحمة برضو كانت طرية، بصوا بتتقطع معايا ازاي بسهولة. رهيبة يا جماعة رهيبة. انا عارفة اني جوعتكم، بس بجد الحاجات دي يا جماعة والله تستاهل التجربة. جربي وان شاء الله هتبطلي تشتري مشويات تاني من بره خالص. بصوا الكفتة قد ايه هشة، والله يا جماعة عظمة زي ما قلت لكم في اول الفيديو، عظمة. وده كانت وصفاتنا النهاردة، وده كان الفيديو بتاعنا. اتمنى اكون افدتكم يا جماعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.